السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا بكم. غبت عليكم مدة يومين. تعرفوا رانا في الزكام وفصل الشتاء. مع دخول فصل الشتاء العائلة كلها طايحين فراش من الزكام. لذا اليوم جيت وما جيتش ايدي فارغة، جيت جبت لكم البركوكس أو المردود أو اخواننا المشارقة يسموه المفتول، يسموه المفتول. احنا نسموه، فيه مناطق تسميه العيش، فيه مناطق تسميه البركوكس، وفيه مناطق تسميه المردود. اذا هذا مفتول باليد، من يد حرة من حراير الجزائر. هذا مردود مفتول باليد، ونحطوه في الصوص بهذه الطريقة وما يتفتحش معنا، يبقى ماسك روحه ما شاء الله. راح تشوفوا النتيجة فيه في الأخير رائع رائع. الله يسلم اليدين اللي عملوا هذا المردود رائع أو البركوكس. وش نحتاجوا طبعا في هذه الوصفة؟ نفتح النار. وش نحتاجوا في هذه الوصفة؟ أحبتي نحتاجوا الخضار اللي نحتاجوا طبعا. انا راح نعمل بطريقتي. اللي في الجزائر يحبوا يحطوا يديروا زيادات يديروا عادي. مثل ما قلت لكم الجزائر القارة كبيرة ما شاء الله، والمأكولات متنوعة من منطقة إلى أخرى. إذا أنا وش راح نحط في وصفتي هذه؟ راح نحط حبيبة من الجزر، قطعتها قطع صغيرة. راح نحط الحمص، عندي الحمص نص طياب. عندي حبيبة بطاطا قطعتها قطع صغيرة. عندي الدجاج، اللي عندها لحم تحط لحم، إذا حطها اللي عندها دجاج تحط الدجاج، اللي عندها الاثنين وتحب تحطهم الاثنين يجوا طبق رائع كامل متكامل. اللي عنده الترفاس أو الكماء يجي به رائع 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 صراحة رائع. هذا يعتبر VIP هذا الطبق إذا عملناه بالترفاس. عندي الثوم، كمية من الثوم قطعتها أو فرمتها فرم ناعم. عندي طماطم، هذه الطماطم الحبة أنا نعملها يعني كمية كلها نطحنها ونرجعها للمجمد، نعمل بها الصوص باش تخثر لنا الصوص. ونحطوا كمية قليلة من الطماطم المصبرة صحيا. طماطم الطازجة أحسن من المصبرة. وش نحتاجوا بهارات في هذه الوصفة؟ عندي راس الحانوت أو التابل أو الكزبر، مع الفلفل الأسود ومرق الدجاج ماجي، وحدة ماجي أو وش يسموه في الجزائر جامبو، فلفل أسود وكزبر. مثل ما قلت لكم نحتاج هذه الكمية اللي راح نحتاجها، اللي راح نعملها دوكا معكم. أنا فتحت النار، نحطوا طنجرة فقط مثل ما راكم تشوفوا. حطيت فيها القليل من الزبدة، قليل من الزبدة مثل ما راكم تشوفوا. عندي هذه الكمية حطيت فيها سمن أو زبدة. اللي عندها سمن تحط سمن، اللي عندها زبدة تحط الزبدة، اللي عندها زيت تحط الزيت عادي ما مشكلة. وش نحتاجوا نحطوا الكمية تاعنا تاع الدجاج. أنا عندي الدجاج هذه، راح نحط عليها ننزلوا الثوم، بهذه الطريقة. راح ننزلوا مباشرة الطماطم الطازجة. نزيدوا طبعا الفلفل هذا اختياري، الفلفل الحار. هذا الطبق يجي حار، لماذا؟ لأنه معالج للزكام. أنا عندي أطفال مش راح نحطه فقط في الأخير. نحط كعيبة فلفل حار في الصوص من فوق، راح نحطه بجنب بهذه الطريقة. راح ننزل الخضار كلها مرة واحدة اللي عندكم. أنا ننصب وراح ندردش يعني عن مختلف المناطق في الجزائر في
طريقة تحضير البركوكس أو المردود أو العيش. تختلف من منطقة، مثل ما قلت لكم الغرب عنده البركوكس الخاص به اللي هو يعملوه بالتعمير. هذه معقدة هذه الكيفية، يعني لازم لها ناسها اللي يعملوها. فيه منطقة القبائل اللي يحطوه يعني أو يحضروه بالخضار. ويجي كذلك اللي عندها تعملوه بالقديد، لحم القديد اللي هو اللحم المجفف. يجي به رائع لأنه يعني وصفة شتوية بامتياز. منطقة الوسط يعتبر سبيشال المردود اللي يسموه المردود، يجي فيه بهارات عديدة، ويجي فيه يعني بهارات صحية ومن زمان توارثها الخلف عن السلف. و اللي هي يحطوا فيه السفرجل المجفف، يحطوا فيه المشمش المجفف، يحطوا فيه الكليلة اللي هي عبارة عن جبن، ولكن هذا الجبن يجفوه على أشعة الشمس ويخبوه يعني في دبوات، يستعملوهم في هذا الوصفة اللي هي الكليلة تسمى الكليلة. يجي فيها الحمص، يجي فيها الفول اليابس، تجي فيها كذلك مثل ما قلت لكم السفرجل المجفف، تجي فيها الطماطم المشرحة اللي هي الطماطم المجففة، يجي فيها الهرماس اللي هو مثل ما قلت لكم المشمش المجفف، تجي فيها الطماطم كذلك الحب. وش هي البهارات الخاصة اللي هي فقط كزبر وفلفل أسود وملح. هذه البهارات اللي يجي فيها عصارة التمر بالطماطم. تقوم النسوة بطبخ التمر اللي هو الغرس مع الطماطم في حلة وحدهم، يطلقوا هذيك الصوص ومن بعد يعملوا عصارة. هذيك العصارة عبارة عن صوص توضع في المرق. هذه الصوص تاع المردود أو البركوكس يجي عبارة عن مرق حلو حامض على الحامض، يعني ما يجيش مالح هذا الصوص. وش هي الحاجة الثانية اللي تميزه؟ عندنا يعني مثل ما قلت لكم الطبق VIP اللي هو الكما او الترفاس يجي في وسط الصوص تاع المردود. هذا يوحموا به يعني المتوحمات ويقدم للضيف العزيز في فصل الشتاء. المردود بالترفاس والدجاج واللحم، هذا لهذا يعني سميته VIP هذا الطبق. انا بهذه الطريقه راح نعمل تاع منطقه القبائل. يجي فيه خضار، يجي فيه دجاج او القديد. انا القديد مش متوفر عندي، يجي فيه الدجاج يعني نوع من انواع اللحوم، فقط الدجاج. يجي فيه الخضار، يجي فيه الخضار الطازجه، مانيش نحكي على مثلا الفول وهذا، فقط الخضار هذه. ويجي مرق مالح، ويجي يعملوه ما فيش الصوص كثير، يجي على الناشف اكثر. فهذه الطريقه انا راح نعمل طريقه القبائل او منطقه الشمال. فاذا تناسبت ان شاء الله وكان عندي لحم القديد والبهارات الخاصه بالمردود الاغواطي هكذا، يعني بهذه العبارة المردود الأغواطي راح نديروا لكم، وأكيد راح تنبهروا بنتيجته، لأنه يجي رائع أكثر من رائع. يعني عبارة عن أكلة يعني أو وجبة مشبعة، إضافة إلى أنها علاجية أكثر، لأنه فيها الفواكه المجففة، فيها الخضار المجففة، فيها البهارات الغنية بالفيتامين سي، وإضافة إلى أنه العين تأكل قبل الفم. مثل ما شفتوا هنا أنا زدت الطماطم للخلطة تاعنا، نخليهم على راحتهم يعني يتمرقوا مع بعض. نزيد لهم البهارات هكذا من فوق. مثل ما شفتوا ما حطيتش الملح لأني حطيت حطيت مكعب ماجي. بهذه الطريقة نخليهم يتجانسوا، يعني مثل ما راكم تشوفوا الخضار تذبل، الثوم يدخل مع البهارات في الدجاج، وبعدها نمرق بالماء. الماء يكون ساخن من الكاتل، ونسكروا عليها الطنجرة تاع الضغط
الطيب نحسوا انه هذيك الخضار طابت والدجاج طاب، نضيفوا لهم البركوكس اللي هو هذا حبيبات المفتول، نضيفوها لهم مباشرة على الصوص. فيه ملاحظة اللي معمول عندها واحد معمول يعني في البيت بيتي متأكدة منه، تحطه مباشرة على الصوص. اللي شاريته من برا ومش متأكدة كيف طريقة فتلو، تروح تفوروا في الطنج او عفوا تروح تفوروا في المنخل او الكسكاس، تفوروا تفويرة قبل ومن بعدها تضيفوا على الصوص باش ما يتفتحش معاه. هذا متأكدة انه ما يتفتحش لانه عمل بيتي، ومثل ما قلت لكم عملته واحدة بروفيشنال. راح تشوفوا كل المراحل ان شاء الله. هكذا بدات تنسجم الخضار، بدات تنسجم مع بعض. بدات الصوص، بدات هذيك الطماطم الذوب اللي جبتها من المجمد، وبعدها نضيفوا عليهم الماء ونسكروا الطنجره تاع الضغط ونخلوهم يطيبوا براحتهم مده 10 دقائق، ونفتح عليهم طنجره الضغط ونرجع لكم تشوفوا النتيجه بعون الله. بعد ما طاب حسينا انه الدجاج تاعنا طاب والخضار خلاص طابت، نفتحوا طنجرة الضغط ونضيفوا المردود او البركوكس تاعنا او العيش تاعنا، نضيفوه على الصوص ونزيدوا له مدة 10 دقائق اخرى، يعني 10 دقائق فقط وهو جاهز. لانه شو ما شاء الله شوفوا كيفاش مفتول كيفاش مبروم. نخلطه بواسطة الملعقة الخشبية باش ما يلصقناش في القاع تاع الطنجرة، وبعدها نعاودوا نغلقوا عليه الطنجرة، نخلوه مدة 10 دقائق ونعاودوا نفتحوا عليه، وهكذا يكون جاهز معنا البركوكس أو المردود تاعنا. اغلقوا الطنجرة بإحكام هكذا باش تأكدوا أنه طاب، تحطوا صفارة عليها هكذا ونعطوا له 10 دقائق ونولوا ليها باش مباشرة نحطوها في صحن التقديم. إذن هذا هو بعد ما طاب البركوكس تاعنا او المردود تاعنا، فوتنا عليه 10 دقائق وشوفوا كيفاش جاء مرق خاثر ما شاء الله. ماهوش ناشف كثير، انا ما نحبوش ناشف كثير، نخلي فيه شوية مرق. مثل ما قلت لكم في الأول اللي أفراد عائلتهم يأكلوا الفلفل الحار، خلوا الفلفل الحار في أول طبخة ضيفوا عروق تاع فلفل حار. واللي مثل ما عندي أنا أطفال ما يأكلوش الحار، نحطها فقط من فوق ديكوريشن، أو اللي يحب يديكوري يدير الحار في الصحن تاعو يحط كل واحد في الصحن تاعو. وهذا هو جاهز معنا البركوكس أو المردود على طاولة التقديم. نزين من فوق بالدجاج اللي كنت نصبت به من قبل، يعني بعد ما طاب جبته فتته هكذا وحطيته من فوق. نزينه بشوي معدنوس أو شوية شبت هكذا، فقط لمسة من فوق، العين تاكل قبل الفم. وبعدها نحطوا عرق أو 2 تاع فلفلة حارة، فلفل حار، لأنه هذا المردود يعني مثل سبق وقلت لكم هو علاج للزكام، ناكلوه لازم حار ويكون سخون ويكون يتعرق الإنسان. هكذا نعرفوا أنه الوصفة تاع البركوكس تاعنا أو العيش ناجحة. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، بصحة وعافية على قلوبكم إن شاء الله. وأبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وإلى لقاء آخر يجمعني بكم على خير. تقبلوا تحياتي وسلام.